السلام عليكم، واش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. عواشركم مبروك ان شاء الله بالصحه والسلامه، وباش ما كتمناو واللي في خاطرها شي حاجه الله يحققها لها ان شاء الله، والله يدخل علينا هاد 2023 بالصحه والسلامه والسلم والامان يا ربي، وترفع علينا هاد البلاءات وهاد الزلازل يا ربي يا مجيب الدعوات. المهم البنات ان شاء الله اليوم عندي اليوم السبت، قلت نشارك معكم واحد كنديروا ديما الحوت، وقلت نشارك معكم واحد الطاوه ديال الطون، وان شاء الله نشارك معكم الطريقه ديالي. المهم غنقول لكم المقادير اللي كنحتاجو فيها. ف المهم غادي هاد التوابل هادو كاملين انا غادي نقولهم لكم، غنديرهم في الميكسور اللي هما غادي نديروا القزبور والمعدنوس والثومه، تقريبا شي 6 ديال الدروس ديال الثومه، والتحميره الحلوه غندير واحد المعلقه صغيره عامره، وقزبور حبوب حتى هو معلقه صغيره بالحق ما عامراش، والبزار والخرقوم البلدي والسكينجبير والكمون والتحميره الحاره اولا السودانيه. المهم هذيك راه عندي مطحونه زعما مطحونه مزيان، والملحه. وهاد التخليطه هادي مصاوبه ليا عكوزتي، راه فيها الحامض المصير وفيها ازير وفيها الثومه وفيها الزيت البلديه. المهم فيها شي اعشاب اخرين راه ما عرفتهمش بالحق، دابا نقولها ليها ونسولها ان شاء الله ونشاركها معكم. و لا موطارد هو اللي كيصرع صراحه الحوت، سوا حتى الا بغيت نقليه بحال دابا مثلا البواجو ولا الميرلون ولا الصول ولا هذا، كنديرو مع داك التتبيله وكنزيد معاه لا موطارد وكنقليه، كيجي زوين، كيجي لذيذ بزاف. المهم كنشد التوابل كامله كنديرهم في الميكسور صافي، وكنزيد عليهم الماء، يعني الجهد اللي غيخلط ليا هادوك صافي، وكنطحنهم. المهم هاي وراه كنزت تا الحامض المصير هذا، داك اللبن اللي كيبقى لتحت فاش كنستعملوا كاع داك المصير اللي كيكون المهم استعملت كاع داك المصير اللي في السطيله، وهذا وبديت كنستعمل سطيله اخرى، وهذاك اللبن اللي كيبقى تما كنحتفظ به، كنبقى نزيدو في الحوت وفي الدجاج المهم صافي هنايا راه درت هاد التتبيله، وإلا عندكم الوقت خليوها، يعني خليوها تشرب مزيان. انا ما عنديش الوقت لان غادي نخرجوا ان شاء الله في العشيه، وراه غنشارك معكم فين خرجنا. المهم هنا راه كما كتشوفوا الطونه كتزلق ليا من يدي تبارك الله، يعني جديده. المهم كنتبلها مزيان، ومن الاحسن كما قلت لكم الى عندكم الوقت تخليوها متبله. بالحق انا مباشره غادي نتبلها وغادي صافي غنردها طيب. المهم هنايا راه غادي ندير في الطاوه، غادي ندير غير واحد، المهم واحد البصله وحده حيت البصله راه غاليه. بصله وحده راه درت فيها شلاضه ودرت منها العدس، ودابا غندير منها حتى الطاوه صافي. وهنا تما عندي خيزو راه عندي مسلوق نص سلقه، فرشته وفرشت كما قلت لكم ديك نص بصيله صافي. وغادي ندير ديك الطونه ديالي، غادي نرجع ليها الحجم الحقيقي ديالها، حيت راجلي قطعها يعني نقاها عند مول الحوت وقطعها ليه. المهم انا راه كنحاول ندير الغدا بالزربه، لاننا كما قلت لكم غادي نخرجوا ان شاء الله في العشيه، وراه غادي نشارك معكم فين. المهم هاد البلاصه راه اللي ساكنين في الرباط ولا سلا ولا سماره، المهم راه هي راه كاينه حدا في شارع محمد السادس، في ديك الجرده ديال هيلتون اللي قدام كلينيك ديال القلب. كيديروا في واحد المسرح تما مصاوبينه صراحه زوين. كاين المسرح تما كيديروا انشطه ديال الدراري، وكيديروا انشطه حتى للناس الكبار. ان شاء الله راه غادي نشارك معكم هادشي في الاخر ديال الفيديو. وراه كيكونوا كل سبت وكل حد، يعني على طول العام. مع الربعه كيبداو، وحتى في الصباح ديال السبت والحد كيديروا اليوغا، المهم تيديروا شي انشطه رياضيه. وبالنسبه للعشيه كما قلت لكم مع الربعه سواء السبت سواء الحد كيديروا انشطه مختلفه. انشطه الوليدات الصغار كيبداو الفقرات الاولين كيكونوا ديال الوليدات الصغار، يعني الكلون كيديروا داك المسابقات، كيديروا المهم شي مرات كيديروا بحال اخر مره كنا حضرنا كانوا جابوا واحد ديال القلب، ديال باردون ديال اعضاء جسم الانسان، عرفوا الوليدات باعضاء جسم الانسان وكل حاجه والوظيفه ديالها صافي. عاوتاني تيكونوا عاوتاني فقرات مثلا الشعبي بحال عاوتاني ديال
المهم بصراحه فقرات زويونين لا الوليدات ولا الناس الكبار. المهم واحد كيدوز واحد الامسيه كيستمتع، وكل شيء هادشي بالمجان، يعني غتدخلي فابور تفرجي. حتى البلاصه فين كاين هادشي سيكوريزي حتى الوليدات، لان الاباء وداكشي كيجلسوا في واحد الدرج، هما بحال داك المسرح اليوناني كيكونوا فيه واحد الدريجات كيجلسوا الاباء، والوليدات كيكونوا لتحت قدام المنصه اللي كتكون يعني حتى الا خرج من اي جهه راه ولدك راه تيبان لك راه قدامك، يعني ما عندوش منين يخرج، ما تخافي ما والو. صراحه ولينا مدمنين عليه، راه كل سبت وحد تقريبا كنمشيو. هنايا راه رديت العدس، يعني درتو مرافق، وهنايا راه حبوب الشيه حتى هي كتسلق حيت بغيت ندير بها شلاضه. وهنايا راجلي راه هو صراحه اللي كيصاوب لنا العصير. هنايا راه عصير د الحامض بطريقته راه كيجي زوين، احسن من ديال اللي كيتباع. المهم كيشد سكينجبير طري كيحكو، وكيضيف النعناع، حتى هو النعناع طري من طبيعه الحال كيغسلو وكيضيفو. وهنايا هذه راه حامضه كبيره، راه ولا جوج حامضات صغار كيضيفهم بالقشور ديالهم بكلشي من طبيعه الحال من غير العظم صافي. وكيضيف ليهم الماء. هنا في الاول كيضيف الماء غير اللي غادي يطحن ليه داكشي، من بعد ملي كيصفيه وعاد كيشوف الماء اللي غادي يعني القدر اللي غادي يخصو على حسب التركيز ديال داك الحامض صافي. وانا راه كيضيف ضاف السكر، السكر طوب. انا صراحه كنضيف العصير سنيده، هو تيضيف ديما الطوب طوب. وهنايا راه ضاف حتى لي كلاصون صافي، وقال لي خليها واحد شويه غير بين ما داكشي يتطلق وداكشي. ها هنايا راه خليتها صافي، ومن بعد غادي يطحنها. تيطحنها مزيان، المهم كتطحن مزيان، كيدورها مزيان في مولينيكس، كتطحن مره وجوج، المهم حتى كتطحن نيت مزيان صافي وكيصفيها. المهم هنايا كيذوقوا باش يعرف يعني التركيز ديالو شحال، باش يشوف شحال ديال الماء خاصو يزيدو من بعد. ايوا هنايا عاود صافي، وكنديرو في الثلاجه من طبيعه الحال بين ما يوجد الغدا. المهم هنايا راه غادي ندير شلاضه ديال حبوب الشيه. هنا راه ولدي اللي شاد ليا الكاميرا، راه كل ساعه كنقول له هي قاد هنا دير هنا. المهم راه هنا ديك شويه د البصله اللي قلت لكم شاط ليا، نيت هاد الشلاضه كتبغي شويه ديال البصله، وعصرت عليها واحد الحامضه، واحد نص حامضه، وكنضيف هنايا الباربه مسلوقه ومقطعه طريفات صغار، وحبوب الشيه حتى هما مسلوقين، والخيار حتى هو قطع صغيره، والقزبور والمعدنوس والنعناع طري حتى هو مغسول ومقرط. يعني هاد القزبور والمعدنوس كميه لا باس بها ماشي شويه، وحتى النعناع نفس الشيء. وكنضيف شويه د البزار وشويه ديال الملحه وشويه زيت البلديه. ممكن تضيفوا الذره، ممكن تضيفوا المطيشه، ممكن تضيفوا حتى داك الكروم، يعني اي حاجه يكون كلشي مقرط رقيق وتضيفوه. يعني اي هاد الشلاضه اي حاجه بغيتي تضيفي فيها ممكن صافي. وكنخلطهم مزيان صافي، وغادي نحطها حتى هي في الثلاجه جانبا بين ما يوجد الغدا. ايوا هو الغديوه ديالنا واجده، وكنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، وان شاء الله خليتكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله. المهم في الاخر الفيديو راه غادي تشوفوا ديك البلاصه اللي كنمشيو لها اللي قلت لكم. المهم انتم خليتكم على خير وبالسلامه عليكم. وحدة الرجال مدينة البرح
نراح شرب الكاس ويا الناس والشينا يحتاج غير صلى الله عليه لا شط العقل ولا شط البال محمد سيد الرجال رجال الرجال في الصوف دروبنا تناضى سيدنا محمد العزيز نزيل صفتنا بيعوني بيعوني ودلوني في السوق الغالي انا ما يشريني غير محمد زهوي يامي خش معايا بيعوني بيعوني مدللوني ويا دلاله انا ما يشريني غير محمد زين الحاله اللهم يرضي على السرى وعلى يا رسول الله شفع فيك ام الطاهر يا رسول الله يا حبيب الله كلنا شفيعا يوم نلقى الله يجمعكم كل ربح يهجر فساداتي فيكم قلبي فرح حد موتي وحياتي يا رسول الله يا حبيب الله لنا شفيعا يوم نلقى الله انت زوانا نسأل على دار سيادي قالوا لي في وسن ولا يتهامي يا رسول الله يا حبيب الله لنا شفيعا يوم نلقى الله يا شفيعا في الباري تعالى باللطف خاطي حرمة زين الحالة رسول الله يا حبيب الله لنا شفيعا يوم نلقى الله 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 يا الله مولانا الله الله هم لا تسمع الله 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 يا الله مولانا حبيب ربي داوينا الله دايم يا دايم يكلمني سلمني شوف كلشي من لمني في هاد الحال نبيع له يشري مني بيع له بيع المحتاج إلى يجرب يعذرني سل الملايك ساد الره الله الله سالوا حماد العرشي يا رسول الله لو كان ما صابوا في اللوح الله الله قلبي مولع بالقرش يا رسول الله قلبي مولع ومسلح الله الله بشنو بلاش تلوموني يا رسول الله بشنو ما ناشي بشنون الله الله غير الحوال اللي بيا يا رسول الله قريت باللوح المحفوظ الله الله الصبر ما سبق لي يا رسول الله الله يا ربي ولا الله الله ولا رجال ولا راحة الناس صارت محبة الله وانا دموعي سياحة رسول الله الله يا ربي ولا الله الله انا تابع النبي الله يا ربي فيني الله جود برضاك عليا رسول الله ليش معكم كل ربح الله الله يا شوفة سادتي الله فيكم قاعد